حقيقة الزهري نعم. اللي يقول ما في زهري أنا أقول لك في زهري، لكن هذا المسمى مو عندنا حنا في المملكة العربية السعودية، ما نسميه زهري، نسميه مخاوي أو كانوا يسمونه في السابق، وكان ربما يستخدم أو يستعان بهذا الرجل في قديما طبعا يستعان فيه في مراكز الشرطة والبحث الجنائي، عندما يكون فيه لص أو في حرامي أو في مجرم دخل بمكان وخرج من هذا المكان، فيستعان بهذا الشخص ويطلق عليه اسم المري أو قصاص الأثر. المري أو قصاص الأثر، كلكم تعرفون هالاسمين. احنا نقول عليه المري. مري يمر على الأقدام فيكتشف هذا من بأثر جرته، وكذلك قصاص الأثر يمر فيرى أثر هذا الشخص ويعرف من هو من الأشخاص اللي مر من هذا المكان بناء على أثر قدمه. هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى، لا تعني أنه هذا الشخص طرق باب سحر أو شعوذة أو استعان بكهانة أو شياطين. متى يكون أنه هذا استعان؟ عندما يكون هذا الشخص أو هذا المري أو هذا الزوهري أو هذا القصاص أو هذا المفسر الرؤى اللي قوي في تفسيره. نعم يا نجمة، مرحبا يا نجمة. بعض المعبرين عنده قدرة أنه يفصل لك التعبير تفصيل كما تفصل ثوبك عند الخياط، ولكنه يخشى لا تقولون أنت في هذه القرني، أنا ما لي علاقة، أنا بتكلم بصفة عامة. ولكنه يخشى من الناس تفهم خطأ أو مرحبا يا نجمة، أو يقولون والله هذا قاعد يستعين وهو ما في استعانة أبدا. أنا أتكلم عن نفسي، والله ثم والله ثم والله فإني لا أستعين إلا بالله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة وفي كل هابة ودابة. وأسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يحقق لي ولكم أمنياتنا. فلي أمنية أسأل الله أن يحققها، ولكم أماني أسأل الله أن يحققها. الموضوع وش هو؟ الزوهري أو القصاص أو المري أو المخاوي، هذا إذا نام بالصدفة، رقد ظهر عصر مغرب عشاء بالليل، رقد نام وبعدين رأى منام، وهذا المنام يعبر عند معبر بأنه هذا الشخص اكتسب الفراسة المطلقة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، واكتسب معرفة الشيء أو معرفة تفصيل بعض الأشياء. تكلم الشيخ عبد الله بن عثيمين أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، تكلم عن موضوع الفراسة. ذكر من ضمن كلامه بأن بعض المتفرسون أو المتفرس يكادون يعلمون ما في القلوب، الصوت موجود عندي والمقطع الصوتي حتى في مواقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. فهذا لا يعني أن هذا الشخص استعان بالجن. متى يكون هذا الشخص مستعين فعلا دخل في باب الشركيات وطرق باب الشرك، بل طرق باب السحر، حتى علم النجوم. في ناس طبعا برجع للنجوم مباشرة، بتكلم عن ذي وعن ذي. اللهم صل عليك يا رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. طفل صغير في البيت فجأة تلاقون أنه مرحبا يا دنيا يا مرعبة. شكرا يا دنيا، شكرا لك، شكرا يا دنيا، الله يبارك فيك يا دنيا ويفتح لك بركات الأرض ورحمة السماء من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يبارك فيكم وفيما تقدمون. شكرا لك من أعماق القلب، بالصلاة على رسول الله. طيب، يكون في طفل عندي في البيت، فجأة هذا الطفل صار يقول إذا بحثوا عن شيء يجده، يتكلم عن أشياء وبعدين سبحان الله العظيم يتكلم عنهم اليوم بعدين يحدث بكرة وما يعرف، ما عنده علم أبدا، ولكنها هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى وفراسة هبة من الله سبحانه وتعالى، وليست نبوة، فلا نبي بعد محمد أبدا، إنما تعطى من باب الله أعلم كرامات ككرامات المنامات، لأنه الرؤى في الواقع هي كرامة من الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى بعد النبوة والوحي بشيء يوحى إلى الأرض إلا برؤى صادقة، برؤيا صادقة. أحيانا الإنسان يشوف رؤيا اليوم ثم يأولها وتقع، إذن هذا وشو؟ هذا إخبار بأمر سيحدث، أو إخبار بأمر حدث، أو إخبار بأمر سينصرف. نعم. مواصفات المري ومواصفات الخوي المخاوي ومواصفات الزوهري ومواصفات قصاص الأثر هم نفسهم. نعم، كلها الصفات. يعرف أشياء، يكتشف أشياء، يحس بأشياء وكأنها حاسة موجودة عنده، يتحسس الأمر. وأنت تتكلم مع أنا هذا الشيء أنا أعرفه، وأنت تتكلم معي في رؤياك، يعني
اكاد اعرف الرؤيا، لسه ما كملت رؤياك اصلا، يعني لسه ما خلصت الرؤيا وكاني بديت اعرف. المفترض اني اسال عن هذا السؤال، اسال عن هذا السؤال، اسال عن هذا السؤال فقط، وبعدين اجاوب. ليش؟ لانه خلاص بدات تكشف الرؤيا من بدايه حديثك. فاذا كانت فيها كذب، اذا كانت الرؤيا فيها كذب يظهر، وخاصه اذا كان كذب فيه اساءه للاخرين، يعني انه انا اظلم احد برؤيا، او افتري على احد برؤيا، او انسب سوء لاحد برؤيا، هذه تكشف باذن الله سبحانه وتعالى. طيب نتكلم، هذا بالنسبه شو اسمه الزهري. احنا ما نسميه زهري، احنا نسميه مخاوي بالعربي، احنا نقول عليه مخاوي. نعم. فكل ما في الامر. نعم. اما من طرق هذا الباب بحث عنه، راح بكهف، او راح عند ساحر، او تكلم بالفاظ معينه، تمتمه معينه، الفاظ سحريه علشان ينام، وتاتيه هذه الاشياء، ثم يكتسب منها، او يكتسبها كتجاره له، او كمهنه، او كمعرفه فقط، ايا كانت اهدافه. هو بذل جهد وسعى وراء هذا الامر حتى حصل عليه. هنا نقول هو طرق باب السحر والشعوذه والكهانه والعرافه، واساء لنفسه بالشرك والكفر والخروج من المله. نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يقولون علم الابراج، علم الابراج، ويشوفون علم الابراج طبيعي. يعني تجي عند واحد تقول له انا بالله ركزوا لي على هذا الكلام، ركزوا على هذا الكلام، علم الابراج. انا الان اتكلم عن علم الابراج. علم الابراج شرك وكفر وخروج من المله، وليس له قاعده يستند عليها ابدا، لا من كتاب ولا من سنه، الا بسوءها. يستند عليها من الكتاب والسنه بسوءها. اما يستند عليها بانها فعلا امر يحدث، هذا خزعبلات وغير صحيح ابدا. فلنفرض انه في يوم 6 يوليو او 7 مارس 2002 انولد بذاك الزمان اكثر من 3000 مولود، اكثر من 3000 مولود. هل المواليد هذول كلهم يتصفون بنفس الصفه اللي يتصف فيها شخص يقول انا برجي مثلا الحوت؟ قلنا له والله انت صفاتك كذا 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 كذا، ثم نجد واحد مولود معه بنفس المكان وبنفس الزمان وبنفس التاريخ وبنفس كل شيء، وولد مثله وكل شيء، وحتى ربما تكون الاسماء تتشابه، محمد ومحمد، او يوسف ويوسف، او زينب وزينب، او مهره وفاطمه مثلا. هل هذا يعني ان هذول كلهم سيتصفون بنفس الصفه او يختلفون؟ فاذا اتصفوا بنفس الصفه فهذا حقيقه نعم نعتمد على علم الابراج. اما اذا اختلفوا ال3000 هذول كلهم، كل احد له صفه تختلف عن صفه الاخر، فهذا يدل دليل قاطع بانه هذا الشيء كذب يفترى. النبي عليه الصلاه والسلام مش قال؟ قال من اقتبس علم من النجوم فقد اقتبس علم من السحر، زاد عليه من زاد فقد كفر. واضح؟